السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين لكم في فيديو جديد. حطوا لايكات كتير على فيديو النهاردة واشتركوا معانا في القناة لو انتم مش مشتركين، وفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده بقى جايين لكم فيديو جديد. خلاص بقى دخلنا في الجد ودخلنا في الشغل كله. بصراحة النهارده أول يوم كده نحط رجلنا على الطريق وخلاص بقى اشتغلنا الشغل اللي مية مية. اول حاجه نزلنا انا ومحمد كده بدري، ده طبعا قبل ما النقاشين يجوا وقبل اي حاجه، بس خلاص كانوا كتبوا الكشف. نزلت انا ومحمد كده وعمالين نحول في جرادل بوهيه او دهان. فانا ومحمد كان النقاش كاتب لنا على 8 جرادل. جبنا 8 وجبنا كمان واحد ضد الرطوبه يا محمد، وجبنا كمان 2 لاكيه علشان البيبان والشبابيك. والمعجون بقى والصنفرة كل حاجة هو محتاجها احنا جبناها، لأن بصراحة احنا ناويين إن احنا نخلي الشقة ديت يا جماعة شكل مختلف. وعايزين برضه نقول لكم حاجة كده في أول الفيديو. الناس اللي كانت بتقول الشقة والشقة والشقة، احنا بقى عايزين نقول لكم هتشوفوا الشقة في الآخر. بس ده اللي احنا جايين النهارده بالفيديو علشان ان انتوا تعرفوا ان الشقه هتبقى حاجه تانية خالص. يعني احنا مش هنتكلم ونقول الشقه هتبقى حلوه، لا انتوا اللي هتشوفوا وتحكموا بنفسكم، هتشوفوا الشقه هتبقى عامله ازاي ان شاء الله في الاخر. هنا برضو جبنا شكارتين معجون، ده طبعا معجون اللي هو بودرة زي الاسمنت، ده ضد الرطوبة. وجبنا كمان واحدة من دي، بس احنا رجعنا تاني طبعا زودنا معجون. فهو كان كاتب على واحدة، جبنا 2 بس لسه هنرجع نجيب كمان 2 اللي هي الممتاز اللي هي البودرة اللي بتتعمل بمية. هنا بقى الشنطة دي بقى فيها صنفرة وفيها الالوان. طبعا احنا لحد الان مش عارفين نعمل الالوان ايه. انا ومحمد كده علشان نكون صراحة معاكم ناويين ان احنا نعملها رصاصي، بس عندي شك ان احنا ممكن نغير الالوان. ايه رايكم ان احنا ممكن نبدل الرصاصي ده بلون تاني؟ يعني ايه رايكم؟ قولوا لنا برضه في التعليقات، لان طبعا النقاشين مش هيدوا الوش النهائي غير بعد بكره ان شاء الله، لان طبعا لسه هيمعجنوا الاول ويصنفروا وكمان يحكوا الجدران كلها من اي بقى رطوبه، اي معجون، اي حاجه قديمه على الجدران. فلازم ان هي تتصنفر كويس وتتعمل علشان طبعا الجدار اول ما يتسحب معجون يبقى 100 100. فهم هيمسكوا اصلا حيطه حيطه واوضه اوضه تنظيف. اول حاجه لازم تتنضف، بعد كده بقى لو فيها اي حاجه مكسره لازم يمعجنها. الحاجات اللي احنا كنا مرممينها لازم تتمعجن. يعني انتوا في الاخر هتشوفوا الجدران ديت 10/10. كان النقاش كاتب لنا على ربع كيلو صنفره، قلت لمحمد لا خليه نص كيلو علشان طبعا يظبط ايه الجدران، يعني لازم ان احنا نتوصى بالحاجه علشان طبعا يطلع لنا في الاخر نتيجه كويسه. هنا طبعا الدهانات جبنا 8 جرادل زي ما انا قلت لكم، والجرد الازرق ده اللي هو عزل ضد الرطوبه، هتشوفوه في الفيديو هيتعمل ازاي علشان طبعا المعجون ده ما يرجعش ينطر فيما بعد. هنا طبعا جبنا شكارتين معجون، اللي هو المعجون اللي هو العادي، واثنين اللي هو الممتاز، بس لسه والمعجون ده هنحتاج برضه ضد معجون الرطوبه، يعني تاني. احنا جايبين حاجات ضد الرطوبه بحيث ان بعد مثلا سنتين 3 4 5 الحاجات دي ما تنطرش تاني. هنا بقى العلبتين اللاكيه اللي هم هيتعمل بهم البيبان والشبابيك، وهنا العلب دي اسود علشان طبعا لو كنا هنعمل درجات الرصاصي. بس انا عندي شك ان احنا ممكن نلغي فكره الرصاصي دي، فاكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنشوف اكتر تعليقات عليها اراء ايه، وباذن الله هنعمل الشقه اللون اللي انت قلت عليه. وكمان احنا محتارين ندهن البيبان والشبابيك لون ايه، فانزلوا برضه اكتبوا في التعليقات وقولوا رايكم. وفي نفس الوقت تكون حاجه لايقه على الجدران وتكون برضه في نفس الوقت لايقه على البيبان والشبابيك. هنا بقى كنت انا ومحمد بقى يعني بص قلنا قبل ما نمشي لازم نعمل اي مصلحه. احنا كنا جبنا المون في اليوم ده، قلنا بقى ايه واحنا متشيكين كده نخش نعمل اي مصلحه. فاحنا قررنا اصلا ان الخشب اللي موجود في الصاله ده ملوش لازمه، فاحنا قلنا ان احنا نشيله بدل ما النقاش يجي يدهن عليه. فاحنا قلنا ان احنا نتسبق يعني ونشيله خالص احسن. علشان طبعا الجدران اللي هتكون لون اللي هو بالجزء اللي هو تحت ماسوره الغاز، بالجزء اللي هو تحت اللي هو الباكيتات دي، والسقف هيكون لون لوحده. فمش هنبقى عاملين حته الوزره اللي هي جايه في الجدار وعازله من السقف دي تكون لون مع السقف، لا هي هيبقى السقف لوحده والجدران لوحدها، لونين بالظبط، اتنين. فده احسن حاجه يعني. وطبعا الباكيتات دي طبعا قديمه، يعني موديل قديم قوي ومن زمان، فما لهاش لازمه. قلنا ان احنا نشيلها علشان طبعا النقاشه اهم حاجه في الشقه، وهي اللي هتظهر جمال الشقه لحد الان. انا بصراحه متحمس قوي، اقسم بالله يا جماعه اول مره ابقى متحمس لحاجه في حياتي كده. الشقه دي لازم تطلع بحاجه كويسه باذن الله، باذن الله، وان شاء الله هتطلع يعني حاجه هتعجبكم بجد بجد يعني. علشان طبعا نسكت كل الناس اللي كانت بتقول الشقه ما اعرفش ايه والشقه ما اعرفش ايه. انتوا بنفسكم هتنزلوا تحت في التعليقات وتقولوا ان الشقه اتحولت فعلا. هنا بقى انا ومحمد كده البتاع ده بصراحه صعب، ده متمسمر بمسامير اللي هي الصلب. فانا ومحمد جبنا اجنه كده اللي هي بتاع عامله زي الشاكوش، وفي نفس الوقت شبيهه للاجنه. فبدات بقى ايه ان انا ومحمد كده نشد وبقينا نقفل ونرجع نعمل، علشان طبعا كانت صعبه جدا بامانه. وكانت بتنطر كمبيوتر تراب، بسم الله ما اه. شاء الله نفختنا. فيلا الحمد لله. طبعا يا جماعه لازم الواحد يكون حاطط ايده في المصلحه اللي في بيتك. لو انت ما عملتش كده يعني الصوانع او العامل اللي يجي يشتغل لك مش هيجي اللي هو يعمل لك حاجه بضمير بس قوي. كده خلاص بقى كده احنا جينا يا جماعه تاني يوم اتفاجئنا اصلا.
يعني احنا دخلنا كده اتفاجئنا زيكم، احنا دخلنا لقينا النقاش اشتغل والدنيا اشتغلت والشقه منوره، انا فاحنا اتصدمت اتفاجئنا اصلا. والله، انا اتصدمت اول ما شفت المنظر. هنا كان النقاش جه تاني يوم ما جبنا له المون، كان جاي بدري يعني حوالي الساعه 6 الصبح. طبعا احنا جايبين النقاش ده من عندنا في البلد، فهو كان جاي معانا وشاف النظام، علشان طبعا احنا مش ضامنين الناس اللي موجوده يعني في المحافظه اللي هي موجود فيها الشقه، لان ما نعرفهمش، فلازم ان احنا نجيب حد يكون كويس وفي نفس الوقت يطلع لنا شغل كويس. فزي ما انتم شايفين كده بقى، كان خلاص زي ما انا قلت لكم هو بدأ يعالج الحاجات اللي كانت فيها ترميمات، الحاجات اللي كان فيها اسمنت اسود بمعنى اصح يعني، زي ما انتم شايفين كده. فبدأ خلاص ان هو يمعجن، حتى مكن الخشب اللي احنا شلناه لو خدتوا بالكم كل ده اتمعجن، ولسه كمان هيتمعجن تاني، بس هو كان بيملى الحاجات اللي فيها فراغات وفيها كسورات اكتر حاجه، عشان لما يجي يشد سكينه المعجون كامله يبقى هو ده اللي كان ايه، في تكاسير وفي خشونيه بمعنى اصح يعني. والاول اول ما بدا خالص مسك الصنفره، طبعا الجدران كان عليها ترميمات تحس ان عليها اسمنت اسمر كده، فمسك بقى يعني الصنفره ومسك كل ده عمله، وكمان بالكف اللي هو بتاع سكينه المعجون ده برده، ونزل كل الحاجات اللي مش كويسه على الجدران، علشان طبعا ده لو فضلت والدهانات اتعملت هتكون خشنه، مش هتكون الجدران ناعمه. طبعا عندنا برده تعديلات كتير، ده احنا عندنا النهارده اليوم بقى هيكون طويل يا عم اليوم محمد. طويل احنا وصعب جايين جدا متاخر، وفي شغل كتير، فاحنا مطولين يا جماعه معاكم اصلا. انا وانت جايين متاخر، بس اليوم ده النهارده هنفضل مسهرين، احنا شكلنا هنبيت اصلا في ومش الشقه. بعيد نبات كمان النهارده في الشقه اصلا، هنبات على البلاط باذن الله يا جماعه. باذن الله لازم ان احنا نتعب يا جماعه في المصلحه، ونكون واقفين على يد الناس اللي شغاله، علشان طبعا يطلعوا لنا الحاجه اللي تكون داخله دماغنا. هنا طبعا وبعدين دخلت على محدش الطرقه. هيخاف على حاجتك اكتر منك، فانت لازم ان انت تقف وتتابعها، وانت طبعا هيبقى اكتر واحد شايف مصلحتك وشايف اللي انت عايزه فهتعمله يعني. هنا كنت انا دخلت بقى على جزء الطرقه، لقيته مسكوا برده كل معجون، يعني كان وصل للطرقه، يعني خلاص هانت، بدا يخلص نص الشقه معجون، واحنا لسه جايين يا استاذ محمد، كنا المفروض جينا معاه من بدري. هنا يلا بقى على ربنا يديله طول الصحه. هنا بقى على طول بدأ ان هو يمعجن بقى الاجزاء. طبعا انتوا عارفين ان كان هنا جدار وباب وشباك، طبعا ده اتشال خالص، وبدأ ان هو بقى يمعجن كده في المكان ده، اللي هو يعني ايه، تحس ان هي شقه غير الشقه يعني عامه، لان ده كان جزء لوحده ودخل في البيت يعني عامه. هنا بدأنا بقى كده ان هو يبدأ بقى ان هو يمعجن على طول بالكف اللي معاه ده. بص بقى يا جماعه الله على الشغل، انا حسيت ان في امل لما المونه او الاسمنت الاسود ده يا محمد اتغير. بالظبط، طبعا كل حاجه هتتغير، وفي الاخر لما تاخد لون واحد، وطبعا اللبان والشبابيك القديمه اللي الناس بتقول عليها قديمه وبايظه، لما تشوف الحاجات دي متصلحه هيعرفوا الفرق. هنا بقى على طول كان هو بيقلب بقى في المعجون، قلت اما اعمل لكم جزء كده تشوفوا هو بيقلب المعجون. طبعا المعجون ده زي الاسمنت وبيتضاف على ميه، وبيبدا ان هو يقلبه علشان طبعا ما يبقاش مكلكع، وبعد كده بياخد بقى بالكف اللي معاه او السكينه، ويبدا ان هو يعمل بقى على طول على الجدران، ولو محتاج بقى بيرجع يزود شويه بودره علشان طبعا القوام بتاعه يبقى كويس. هنا بقى على طول بدأ ان هو يقلب، وبعد كده على طول يعني مش هيخلي في اي كلكعه، علشان طبعا يكون يعني يشد معاه بسهوله، وهينزل بقى اللي على ايده، علشان طبعا لازما المعلم اللي شغال يحافظ على المون اللي موجوده، ده يعرفكم ان هو معلم صح. هنا كان بقى خلاص قدامك، هو كان بيمعجن، كان بيجيب اول حاجه كده علب المفاتيح، الحاجات اللي كانت فيها ترميمات زي ما انا قلت لكم، فانتوا كمان هتشوفوا بنفسكم يعني. فهو بصراحه ربنا يديه الصحه، هو عمل اللي احنا عايزينه واكتر كمان، فربنا يخليه له يا رب وربنا يبارك فيه. طبعا هيمسك الجزء اللي تحت المواسير بتاعه الغاز، لان ده طبعا لازم ان هو يتعمل بكف يكون صغير مش الكف اللي في ايده، فبدا ان هو يعمل الاماكن اللي هي بتاخد شغل يعني معجون كتير يعني عامه. طبعا الجزء اللي هو ده بيتعمل بالمعجون اللي هو ايه، ضد الرطوبه عامه، علشان طبعا ما يبقاش في اي رطوبه في الجدران، ولا ترجع تاني الدهانات تنطر فيما بعد. فدي طبعا خطوه كويسه ان احنا جبنا محمد معجون ضد الرطوبه. بالظبط، طبعا اهم حاجه المعجون اللي ضد الرطوبه، وفي حاجات ضد الرطوبه هي اي نعم مش هقول لكم ان هي هتمنع الرطوبه خالص، بس على الاقل فيها 10 سنين على الاقل قدام يعني. باذن الله. هنا بقى على طول كل المفاتيح دي طبعا كل ده هتتعمل لها استخدامات، لسه هنجيب حاجه كهرباء جديده من اول وجديد، فالحاجات دي كلها يجي لها مفاتيح بالشاسيهات بتاعتها، بكل حاجه هتيجي جديده يعني عامه، علشان ما تشوفهاش ان هي يعني قرعه كده تقول له انتوا سايبين دي كده ليه، لا فلسه في بعد التشطيب. بعد التشطيب. وعلى فكره يا جماعه اهم حاجه المعجون، لازم المعجون ده هو اللي بنعمل الحيطه، هو اللي مخليش عيوب في الحيطه، اي تخابيط بقى مكان مسامير، طبعا انتوا كنتوا شايفين في كميه مسامير قد ايه وكميه بهدله في الجدران قد ايه، كل ده بيتضرب المعجون عشان خاطر الحيطه تبقى كلها متساويه مفيش فيها اي عيوب خالص، هتشوف الحيطه كده قلم بمعنى اصح. وهنا على طول بدأ ان هو بقى يعمل كده بالمعجنه، شفته عمل وش وهيعمل اتنين وهيعمل تلاتة، وهقفل التصوير وهيعمل الرابع والخامس كمان، علشان طبعا يكون الجدار زي ما محمد قال لكم يكون ان هو سليم ومسطره كده. يعني هو في الاول يا جماعه بيجيب اكتر حتت فيها عيوب، عشان خاطر احنا مش كل حاجه هنصورها لكم، مثلا في ناس هتقول هو بس جاب الحته دي معجون وما جابش الباقي، لا يا جماعه هو بيجيب اكتر اماكن فيها شغل معجون، عايزه معجون كتير فبيديلها اول مره، عشان خاطر تاني مره تاخد وتالت مره بقى تيجي مع المتساوي، فهي صح. بتيجي على مراحل بس.
وهنا على طول كان بيمسك بقى يحبك كده حوالين السيراميك اللي في الطرقه، علشان طبعا يبقى جاي كده مع الجدار ما يبقاش فيه فراغات ولا في اي حاجه خالص. فكان بيمشيها، بص والله يا جماعه مسطره، ربنا يبارك له، يعني الراجل ده بصراحه عنده ضمير. هنا طبعا على طول كنا احنا بقى جبنا النجار. ما بنضيعش وقت يا جماعه، ما فيش وقت طبعا. في نقاش شغال في الشقه، والنقاش ده هيخلص الحيطان وبعد كده هيشتغل في ايه، في البيبان والشبابيك. زي ما معجن الحيطان هيمعجن البيبان وهيمعجن الشبابيك. فطبعا كانت البيبان مريحه، في كانت اوكر متكسره، في ازاز متكسر، في مسامير في مدقوقه في البيبان. ملهاش فطبعا لازمه. كان لازم نجيب نجار. وهنا دلوقتي كان قدامكم كان بيريح اساسا البيبان ده، كان باب الشقه. كان برضه في كميه ترابيس وكميه حاجات ملهاش لازمه كتير، كل ده كان بيتقلع. فربنا برضه يبارك فيه ويديله الصحه يعني. كان هنا على طول الجزء اللي تحت ده كان مزوده للباب، علشان طبعا في فراغ تحت الباب، علشان ما يدخلش اي حشرات ولا اي حاجه وحشه الشقه، لان طبعا الشقه اهم حاجه باب الشقه يكون حابب كويس، هو والشبابيك عامه يعني. فهنا كان على طول بالفاره اللي معاه دي، ويبدا ان هو بقى ينعم خالص الباب، علشان طبعا يفتح بسهوله ويقفل بسهوله، لانه كان مش راضي يقفل من الجناب بسهوله. فقلنا لا، لازم ان احنا نعدل النجاره الاول. عايز اقول لك يا محمد ان الباب ده الراجل النجار لما جه، اللي كنت بتقوله البيبان وحشه ومش عارف ايه، النجار لما جه قال والله البيبان دي ما تتعوض دلوقتي، لا ولا لقى سوسه ماشيه فيها، سوسه واحده كده مش الخشب ماشيه في بتاعها يا الخشب. جماعه نضيف. انتوا بس كلكم شايفين البيبان متبهدله، الشبابيك متطربه ومتبهدله، فانتم مفكرين ان هي بايظه. مفيش حاجه اسمها بايظه، كل حاجه لها علاج. وطبعا لما انت هتعالجها وتعالجها صح هتبقى احسن من اللي انت هتجيبها جديد. وانا عارف انا بقول لكم ايه يعني، واسال مجرب. هنا بصوا الحافيه بتاعت الباب عامه مفيش فيها لا سواد ولا مسوسه ولا اي حاجه، خشب ابيض نظيف، مش موجود دلوقتي اصلا في السوق، ولو موجود هيبقى بفلوس عامه. هنا طبعا الباب وبعدين ده الصوره اللي هتتكلم، مش احنا اللي هتكلم، مش احنا اللي هنتكلم. انتوا كنتوا شايفين قبل كده وهتشوفوا بعد كده ان شاء الله. هنا الجزء ده اللي هو الضرفه بتاع الباب، لان الباب الشقه اللي هو كان بتاع زمان فمعمول على قديمه، لون الشعه كده بقرم حديد، علشان طبعا التهويه. ايام زمان يا جماعه كانت الناس بتهتم بالحاجات ده قوي والله، وكانت احسن حاجه فعلا. وعلشان برضه لو حد خبط مثلا، لو طبعا زوجتك هي اللي موجوده في الشقه وانت ما انتش موجود، بتفتح برضه تشوف مين اللي على الباب، وبيبقى في حته حديده كده موجوده هتشوفوها دلوقتي. فبصراحه هي لها فايده، لو ما صح. كانش لها فايده كنا احنا لغيناها، بس انا لقيت فيها ليها فايده يعني. فقلنا ان احنا لازم نستخدمها، ان احنا ما نسدهاش يعني. كنا ممكن قفلناها خالص ما تبقاش ضرفه، بس قلنا لا هنستخدمها برضه وتبقى موجوده مش بخساره. وطالما ابونا اللي كان عاملها الله يرحمه لازم نسيبها زي ما هي. هنا بقى كان هو على طول بيركبها، وهيركب لها برضه المفصلات بتاعتها. هنا بقى كان الجزء ده كان المعلم الصغير ده بدأ ان هو يعمل السيلر. السيلر دي الماده اللي انا بقول لكم عليها عزل ضد الرطوبه. قبل المعجون يا محمد. بتبقى بعد المعجون، وممكن كمان يعني بعد المعجون وقبل المعجون ما بتفرقش، بس اهم حاجه ان هي لازم تتحط يعني عشان خاطر المعجون ده ما ينطرش. صح. فهو هنا كان على طول بيعملها قبل المعجون، علشان طبعا الفواصل، الشروخات، الحاجات دي عامه. الماده دي بالذات دي كانت الجردل الازرق، بس هم حاطينها في جردل الاحمر، ولسه ما ادوش الوش الاخير يعني، شالوا كده اللي هو الجردل بيبقى محطوط في ده شنطه، قبل والشنطه المعجون. فيها الدهان. ده قبل المعجون. شفتوا يا جماعه قبل المعجون عامل ازاي؟ اصلا كله مطبات وكله مكسر، بس بعد المعجون بقى هيختلف خالص. الجردل ده كان هم اخدوه وحشوا منه الدهان اللي هو بتاع التشطيب، فحطوه في الجردل الازرق. مش هتفرق وبدا يا ان عم، هم عادي ايه الجردل يعمل. الاحمر من الاسود، لا اهم اصل حاجه ممكن المادة. يكونوا مفكرين ان ده التشطيب، لا لا ده مش لا لا، التشطيب، ما هو كان عايز بتفرقش هو يا جردل جماعه بس طبعا. يشتغل بيه. بالظبط. فبيظبط شغله. فالجرادل بتكون جايه فيها اللي هي الشنطه، والشنطه بيكون فيها الدهانات يعني، فبيقوموا شايلين الشنط اللي هي يعني الشكاري المشمع اللي فيها الدهان، بيبقوا شايلينها بره ايه الجرادل العادي ويستخدموا الجرادل. هنا كان بيسقي، كنت انا واقف معاه بقول له اتوصى بالجنب ده يا معلم، قال له حاضر. هنا بدا ان هو بقى ايه يشتغل بالفرشه، لان طبعا الرولة مش هتجيب الفراغات الرفيعه دي، فجاب فرشه كده وقعد يعني على الارضيه خالص، وبدا ان هو يجيب الوزر ويجيب الحاجات اللي هي الصغيره دي خالص، اللي هو بمعنى اصح يجيبها ما يخليش اي مفيص. لاما لو ساب حاجه من دي هتيجي تبص هتلاقيها ترطب بقى وتعمل ما تسقطش كويس زي اللي جنبها، فلازم أن تتعمل كويس. وطبعا كان المعلم الصغير بقى اخوه كان شغال بقى في ايه جنبه على ايدك الشمال، كان بدا ان هو يمعجن اهو. بصوا بيمعجن كده حوالين مفاتيح الكهرباء، يعني ربنا يديهم الصحة. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. اللهم امين. هنا بدأ ان هو كده يمعجن خالص حوالين المفاتيح، والمعلم الكبير برضو كان شغال في الطرقة، فانا قلت بقى اما الخص لكم الدنيا كده، اللي بيعمل مصلحة يعملها، بس اجيب لكم ايه وبصراحة تخاطيف يا جماعة بسيطة. احنا ما عندناش وقت يعني. انتوا زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، في اكتر من نقاش شغال، في اكتر من واحد بيمعجن، النجار شغال في نفس الوقت يعني. احنا ما عندناش وقت، واحنا كمان في محافظة غير المحافظة، فاحنا خلاص احنا قاعدين يوم او يومين لازم نلم الدنيا دي كلها، ولازم نلخص والله العظيم على قد ما نقدر. وعايز اقول لكم ان في نفس الوقت لازم نسيب برضو مسافات للشغل، ان هو يطلع ينشف ويبقى يتعالج ويبقى كويس، ان كل حاجة تاخد وقتها بالظبط. واحنا قاعدين يا عم محمد عادي مش مستعجلين، احنا بس في قاعدين. نفس الوقت برضه على قد ما نقدر بننجز اكيد يعني. مش هنقعد مثلا نماطل يوم او اتنين، لا اكيد لا يعني.
هنا كان الجنب بقى اللي ابنه عمله بالسيلر اللي انا قلت لكم عليه ضد الرطوبه. دخل المعلم بقى على طول بالمعجون وبدا ان هو يشتغل بقى في المعجون الجنب ده طبعا الجزء اللي ورا خالص اللي كان متمحر اصلا، كانت في حاجات كتير يعني كان متدمر في المحاره والحاجات دي، فاتعملت من اول وجديد. يعتبر احنا اشتغلناه من اول وجديد لما نزلناه على الحمره والكلام ده، انت كنت متابعين معانا الفيديوهات وشايفين. فبدا ان هو يمعجن بقى خالص، والجزء اللي كان معمول بقى سيراميك وكده، فهيظبط يعني المعلم بصراحه اللهم بارك، يعني ظبط الشغل بامانه. هنا بقى على طول هيبدأ ان هو يخلص بقى كل ده معجون، وبعد كده هنجيلكوا بقى ايه، النجار هيشوف شغله للبيبان وللشبابيك. عايز اقول لكم الشبابيك كلها احنا جبنا النجار الشباب قلنا له كلها ايه. كانت حرفيا اساسا عطلانه وواقفه يعني، كلها ما كانتش متريحه، البيبان كلها كانت ما بتقفلش، الاوكر بتاعتها بايظه، المفصلات كلها بايظه. يعني بصراحه كان في شغل كتير في النجار احنا ما كناش نعرفه الا لما جينا بقى نكشف على الشبابيك ونشوفها. فطبعا النجار الله يبارك له راح اول ما جه قال يا جماعه انا اي ضرفه شباك سواء الشيش او الازاز او اللي هو اللي بره اي حاجه، الحلق بتاع الشباك او الباب بيبان عايزه تتريح اعملها لكم. فبصراحه كان بيمسك كل ضرفه ضرفه قبل طبعا ما النقاش يشتغل في المعجون والصنفره، لان طبعا الشبابيك هتتشطب، فلازم ان الحاجه دي تتريح وتتظبط قبل ما النقاش يشتغل. فكان النقاش بقى بيمعجن زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت النجار شغال بقى في تريح البيبان. باب عايز يتعمل الحمد لله يعني جنبنا ورشه النجاره، فكان ايه بيجي ان هو ياخد البيبان والشبابيك، برده في حاجات بقى ياخدها الشقه. هنا النجار هو كان شغال، بدأ ان هو يريح كده في شباك الصاله اول حاجه، في الشباك بتاع الصاله، فهيريحوا بقى اللي هو الشيش واللي هو اللي فيه الازاز برده، فالاثنين دول هيعملوهم. طبعا الازاز ده هيجي له ازاز جديد ما تقلقوش يعني يا جماعه، كل حاجه هتبقى الازاز كويسه في هيجي بعد الاخر. الدهان بقى، لان الازاز ده بيبقى اخر حاجه خالص برضه. فاي ضرفه ازاز متكسره او بايظه احنا الحاجات ده عاملين حسابها، فكده كده لينا ناس كتير يعني نعرفها، فهيجوا ان هم يظبطوا لنا الشغل ده. وطبعا في نفس الوقت كان النقاش بقى عمال يحك كده في السقف، علشان طبعا هيمعجن السقف برضه، ودي نقطه مهمه قوي، مش هنسيبها على الظهر يا عم محمد، لا عشان فلازم خاطر يتمعجن. الدهارة يا جماعة بتبقى خشنة شوية أو فيها حتة خشانة كده شوية، فطبعا لما بشدها بالمعجون بتبقى ناعمة، تيجي تبص كده في السقف تلاقي السقف كله ناعم. فطبعا احنا بنعمل حاجة فاحنا لازم نعملها أحسن حاجة، ونعمل على قد ما نقدر بنعمل أحسن حاجة، والله بنعمل على قد الإمكانيات وعلى قد مقدرتنا، فاحنا بنعمل يعني، والتوفيق كله من عند ربنا. الحمد لله. هنا كان هو ماسك الكف كده، وبدأ ان هو يمسك السقف ان هو ينعمه الاول، علشان طبعا يمسك بقى المعجون ويبدأ ان هو يمعجن برضو السقف. انا كنت بجيب لكم كل التفاصيل علشان تكونوا عارفين، معجنة جدران، معجنة ايه بيبان، معجنة ما اعرفش السقف، جبت لكم كل حاجة علشان تكونوا شايفين كل حاجة على الطبيعة. وطبعا كنا منزلين اللمبة الشمعة دي علشان ان احنا نبدأ ان احنا نعمل تحتها النقاش، لازم ان هو يخلي تحتها يعني بريمو. وهاخد برضو رأيكم في حاجة، ايه رأيكم نسيب اللوند اللمبات اللي في الشقه نسيبها طويله كده، ولا نعملها لمبات اللي هي العاديه في كل لمبه دوايه اللي هي شابكه في السقف باللمبه بتاعتها تكون اشيك؟ انا فعشان كمحمد برضو ايه انا ناخد كمحمد راي الناس. انا كمحمد طبعا مش حابب دي خالص، انا حابب اللندا اللي هي بتبقى بدوايه احسن. حاسس ان احنا ممكن نجيب لندا مثلا تكون مثلا واط 50 واط مثلا، بتنور المكان كله، بتبقى احسن منها بكتير بكتير بكتير. على حسب الوطات بتاعتها وخلاف كمان يعني. بتبقى مريحه، ومعاد تيجي مثلا تجيب لندا من اللي هي الطويله الشمعه دي، بتبقى بتجيبها بصعوبه، حاجات كده مش صعبه احسن بصراحه، حاجه انا يعني. حاسسها مش سريعه كده في اه التركيب ولا وقت الشغل فاحنا بتاعه يمكن عشان واستعمال. خاطر احنا مش متعودين عليها فمش حابينها، فاكيد مثلا الناس اللي متعوده عليها حبها، بس احنا مش حابينها بصراحه يعني. طبعا انا كنت مغطى عداد الغاز، قال لي لا شيل الغطا اللي عليه، فهو كان شال الغطا علشان طبعا المواسير اللي حوالين الغاز ما يبقاش فيه اجزاء ورا العداد مش متمعجنه كويس، فهو كان محافظ يعني بيحط على الكف حته صغيره ويبدا ان هو يمعجن كده ايه في الصاله، بعد ما هو مسكها صنفره كده بالكف زي ما انتوا كنتوا واخدين بالكم. فهيمسك بقى حوالين العداد ده كله يمسكه معجون كده، شفت والله يا جماعه بقى يعمل الحافيه كمان بصبعه، الله يبارك له يعني. هنا بدا كده ان هو يعمل بقى حوالين العداد، مش هيخلي مكان في الشقه اسمه ما اتمعجنش، علشان بعد يومين ان شاء الله لسه هيسحبها تاني معجون بكره باذن الله. فلسه بقى ان شاء الله هيرجع تاني يعمل بقى ايه الدهانات بقى الوش الاخير باذن الله، تاخد لها بقى وش 2 3 على حسب ما تاخد. هنا بقى كان النجار دخل على الغرفه بتاعت ناما سحاره، بدا ايه يشوف البيبان بتاعتها، شاف الباب وريحه وعمله كده بالجهاز اللي معاه، ودخل على الشباك بتاعها علشان طبعا يشوف الشباك برضه. الشباك برضو كان بيتريح، كل حاجه كانت بتتريح، ضلفه ضلفه يا جماعه والله كانت بتريح. انا عمري ما شفت كده الشقه من يوم ما دخلناها، مفيش حاجه اسمها ما اتعدلتش، مفيش حاجه اسمها ما اشتغلناش فيها، مفيش حاجه اسمها مش عايزه شغل، صح. صح. اكتبوا لنا بقى يا جماعه كده دعوه حلوه من قلبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وكل اللي احنا طالبينه منكم كومنتات كتير كده علشان تشجعونا، وحطوا لنا برضه لايكات كتير، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.